والعيشة جو كبير مالو مثيل. أما سيدي بوسعيد مش خلاعة ونزهة رايقة كهو، على خاطر سيدي بوسعيد مش جبل وبحر ونسمة فايحة كهو. أما يقول لك زادة محلى هاك القهوة والفناجل في يد القهواجي، ومحلى هاك القباء والبخور طالع عجعاجي. القهوة العالية، والقبة قبة زويت الباجي مقامه العزيز الغالي. يقول لك زادة يا باجي هات بيوت مع الخيمات، زيار بجات يعديو فيك السفية. والخلاعة تسميت على سيدي بوسعيد ومشموم، ويلي رفقت المشموم وطلعت تعمل في دولاشة عشوية ولا سهرية مع الأحباب والأصحاب في السطحة متاع القهوة العالية ولا على صي الملوف، وكانك تلوش على القلب الملهوف ما تلقاه كان في سيدي بوسعيد. والخرجة حاجة أخرى تعرفت وتسميت على سيدي بوسعيد. الخرجة تجي عقاب سيف بدو خريف بعد ما يفاوي الجماعة متاع سيدي بالحسن الشاذلي، والجماعة يعني 14 خميس يتنظموا كل صيف في الزاوية متاع سيدي بالحسن. من بعد ما يفاوي ال 14 جماعة سيدي بالحسن يمشيوا لسيدي الشريف في حلق الواد يعملوا الختم متاعهم ويبداوا الخرجات في سيدي بوسعيد، وكل طريقة تعمل خرجتها وحضرتها. يبداوا جماعة سيدي الحاري شيخ الشيوخة، ومن بعدهم جماعة سيدي السوردي، جماعة سيدي شيحة، وكل مرة تمشي طريقة حتى يجي طريق جماعة سيدي عمار بتاع ريانا اللي يختموا الموسم بالخرجة الكبيرة. وسيدي بوسعيد اللي تسميت عليه البقعة هذه بعد ما كان اسمها في وقت من الأوقات جبل المرسى ولا جبل المنار، هو أبي سعيد ابن خلف ابن يحيى تميم الباجي. والباجي نسبة الباجة القديمة من أحواز تونس العاصمة وبالضبط بحث منوبة. تولد عام 1156 ميلادي، وكان مشهور بالتقوى والصلاح والتزهد، وخذا جبل المنار مقر التصوف والصلاة والعبادة بين العهدين الموحدي والحفصي، وكان ديما يجتمع بتلامذته في بقعة على الجبل وتعطي على البحر، وتعرفت بكرسي الصلاح. من جملة من قراوا على سيدي بوسعيد وكان من تلامذته سيدي بالحسن الشاذلي. توفى الباجي وعمره 77 عام في ليلة الاثنين عند أذان المغرب في شهر شعبان في عام 1231. توفى وتدفن في جبل المنار اللي ولا معروف بجبل سيدي بوسعيد، ولاو يجيوه برشا من المرابطين التقاة على خاطره بعيد على العاصمة وفيه خصائص طبيعية تخلي المتعبد التقي في نشوة روحية متواصلة. وبرشا من الأولياء والصالحين حبوا يدفنوا بحذاه ولا في نفس الجهة هذيك فين مارسوا نشاطهم الصوفي وتزهدوا على الدنيا وخيراتها. وعلى هذاك نلقاو اليوم برشا قبور وزوي كما قبر للا شريفة بنت سيدي بوسعيد اللي توفات وعمرها 10 سنين. ويا شريفة محلاك تابوتك بحذا باباك، الرب عطاك اعطيني من السر شوية. ولا قبر للا ست الكل بنته الثانية اللي ماتت الله يرحمها نهار عرسها وهي على جحفتها ومدفونة في سلامبو ومعروفة بالله الصالحة. ولا سيدي فواح المسك اللي قبره موجود في القهوة العالية. القهوة العالية اللي هي بيدها كانت في وقت من الأوقات المدخل متاع الزاوية والمسجد اللي بناهم البي حسين بن علي في القرن 17 باش يحافظ على مقام سيدي بوسعيد. وجود القهوة بحذا الزاوية يعتبر حاجة عادية ياسر، على خاطر كما تعرفوا اللي شربان القهوة ومضغان له رق متاعها كيف السواك كان يعاون برشا جماعة سيدي بوسعيد وينشطهم باش يسهروا الليالي في الزاوية في ذكر ربي سبحانه ومدح النبي عليه الصلاة والسلام وقراية القرآن. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتحت القهوة بالضبط نلقاو التابوت متاع سيدي عزيزي
وجرات العادة باش تخرج من قدام زاوية سيدي عزيزي الطريقة نتاع سيدي بوسعيد، يخرجوا بالسناجق والبنادر والنقارات والتيران، حزارة وهلالة، مهرجان كرنفال كبير على حاله. ويهبطوا السعدة بكلها باش يتعرضوا لطريقة سيدي عمار متاع ريانا، اللي هما بدورهم يبداو خرجتهم من بحذا قهوة المرساوي، وهما طالعين حتى لين يتلقاو بجماعة سيدي بوسعيد بحذا عين السبيل اللي في فم السعدة. يكملوا الطلعة مع بعضهم، وقت اللي يتلقاو جماعة سيدي عمار يعني الضيفان يغنيوا الله لا إله إلا الله من عند سيدنا جيناكم، الله لا إله إلا الله القلب والضمير معاكم، الله لا إله إلا الله يا لو الموت ما ننساكم. وجماعة سيدي بوسعيد ومالي الدار كما يقولوها يجاوبوهم مرحبا بكم يا لسياد، مرحبا بكم جيتونا، مرحبا بكم أهلا وسهلا. ويكملوا ثنيتهم حتى للزاوية نتاع سيدي بوسعيد وهما يغنيوا في المدايح والأفكار. ونهار الخرجة يقع الاتفاق عليه ما بين زوج الشيوخة، يعني شيخ عيسوي سيدي عمار وشيخ طريقة سيدي بوسعيد يتفاهموا مع بعضهم على نهار الخرجة وقتاش، وكل شيخ يعلم الباش شاوش نتاعو باش يعلم دوره الشواش، شاوش السناجق وشاوش العشاق وشاوش الحذارة وشاوش الهلالة. وقبل بنهار من الخرجة جماعة سيدي عمار يهزوا زادهم وزوادهم، عائلاتهم، نساهم واولادهم، بعد ما يعملوا خرجة صغيرة في ريانا يقصدوا ربي لسيدي بوسعيد باش يعديوا 4 أيام زيارة ونيارة. ومن غدوة ومعناتها نهار الخرجة يعملوا خرجة صغيرة باش يستقبلوهم أولاد البلاد قدام عين التصاد في سيدي بوسعيد. يوصلوهم جماعة طريقة سيدي بوسعيد الباب الزاوية، وغادي نلقاو برشا عباد بدات تتخمر، بدات تدخل وتخرج في حلتها، حتى هو الطقس سخون وسخانة ربي وسخانة عباده، وزيد طلوع السعدة وعرق الشرفلة وبنادر ونقارات تضرب، حتى لين الواحد يلقى روحه في نوبته ما عادش ينجم يشد روحه ويبدأ يتخمر. جماعة سيدي بوسعيد يرجعوا على ثنيتهم ويخليوا ضيفانهم جماعة سيدي عمار يطلعوا الزاوية، وغادي توفى الخرجة، أما الزيارة مازالت كي بدات.
الخرجة كل واحد يمشي على روحه. ثم شكون يشتهي كعيبة بلبلوني سخونة مشحرة بالسكر ياكل ويتبنن كان لازم يعاود الثانية، ولا اللي يشتهي حلوى بيضة باللوز ولا جلجلانية. ومن غدوة بعد صلاة العصر جماعة سيدي عمار ينظموا عشوية يتلموا بحذا التابوت الفوقاني متاع سيدي بوسعيد ويعملوا الحزب متاعهم، ويتنقلوا للصحن متاع الزاوية ويعملوا الحضرة اللي تتقام على باب سيدي محمد بن عيسى. والحضرة يبداوها بورد قدوم، والورد هو زاد كيف الذكر يتسمى مجرد، على خاطره مجرد من الماعون معناتها بلاش بنادر ونقهرات. أما يبدأ مصحوب بتصفيق موزون على فرد رنة وعلى فرد نغمة، يبدأ من الأول على نسق بطيء وبشوية بشوية حتى يولي على نسق سريع. الحذارة يبدأوا شادين في دين بعضهم كيف الحلقة متاع السلسلة، ويضربوا بسقيهم على القاعة وهما يردوا كلمة الله الله على فرد كلمة وعلى فرد نسق. النسق اللي يغنيوا عليه الهلالة حتى لين في الاخر كلمة الله تولي هو هو. وقتها الهلالة يعملوا هروب بالمجرد، والنسق متاع التصفيق يولي سريع ياسر، والشيخ الحضارة يبدأ يعس على الشيخ متاع الهلالة ويستنى في إشارة منه. وقت اللي يسكتوا الهلال على هنا يكفوا على التصفيق، هذيك علامة على نهاية المجرد، وتقوم نساء زغرت والشاوش يعيط صلي عني بيه تربح، ويجيبوا البنادر والنقرات اللي تسخنت على الكوانن باش الجلد متاعها يتكبس ويولي يعطي حس صحيح، الدم دم والتاك تاك. والحضرة قبل ما تولي فرجة هي قبل كل شيء تقرب البركة ربي والنبي والبركة شيخ الطريقة، وعلى هذاك هلالة وحضارة يعقدوا النية يتوضاوا ويصليوا ويتلموا في حلقة باش يغنيوا الذكر على نسق يمشي ويقوى بشوية بشوية. تدخل البنادر والنقارات ووقتها تبدا التخميره، وعلى خاطر الموسيقى اللي تخرج من البنادر والنقارات عندها تأثير كبير على الحضارة وحتى على بعض المتفرجين اللي يخرجوا من سينتهم حبر ما يسمعوا حس البنادر والنقارات تضرب والحضارة يوليوا خمارة. هذا الكل عبارة على تشخيص وتمثيل للأسطورة المتعلقة بشخص سيدي محمد بن عيسى، يتمداوا في التشخيص هذا حتى للتخميرة.
والتخميرة كل حد ونوبته. فما اللي يولي كيف الجمل، يولي ياكل في الهندي ولا يتكربس عليه ولا يضرب روحه بيه. ثم زاد بعض الطرق في التخميرة اللي ما عادش موجودة اليوم، كيف الرفاعية اللي يضربوا رواحهم بالسيوفة ولا يرشقوا المخايط والسفافد ولا الاشافي. طرق أخرى بتاع تخميرة ما زالوا موجودين اليوم، كما اللي تجيهم التخميرة على مكتب مسامر ويسميوهم نعامة، وقت اللي يخلط للآخر في التخميرة نتاعو يعطيوه مسامر ياكلهم، والمسامر يتحطوا في وسط الهلالة من اللي بدات الحضرة باش يقراوا عليهم الحزب والذكر.
الحذراء، والتخميرة هي نوبة العكاشة نسبة للصيف. والعكاشة يقعد مكسور في بيت وحده مدة الحذراء الكل. ويربطوه بسلاسل ويبدا ينجز ويضرب في السلسله على القاعه ويحط فيها الكبت نتاعو الكل حتى اللي تتكسر السلسله، ووقتها يختموا الحذر. كل واحد منا عنده رايه الخاص على الخرجه والحذر، اما الحاجه اللي يتفقوا فيها العباد الكل هي كوني عاده ورثناها على جدودنا، حفله يتلقاو فيها العباد صغار وكبار، خلاعيه واولاد البلاد، ويعيشوا مع بعضهم فرحه العياد، وان شاء الله الكلهم والكلنا في ضمان سيدي بوسعيد الباشا. يا بوسعيد يا عالي شرفنا بالنور، شرفنا بالنور، يا بوسعيد يا عالي شرفنا